شهادة الإمام الحسن العسكري يوم 8 ربيع الأول. أكو 4 أعمال نهديهن إلى الإمام المظلوم الإمام الحسن العسكري، ونتقرب إلى الإمام وإلى الله بهذه الأعمال، وما قام أحد بهذه الأعمال إلا وقضيت حاجته. ما هذه الأعمال؟ أولا صلاة الإمام الحسن العسكري موجودة في كتاب مفاتيح الجنان، اللي هي 4 ركعات، ركعتين كصلاة الصبح. النية التقرب إلى الله. تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة وسورة الزلزلة 15 مرة، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرة وسورة الزلزلة 15 مرة. الركعة الثالثة اللي هي صلاة جديدة، تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة والتوحيد 15 مرة، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرة والتوحيد 15 مرة. العمل الثاني وهو قراءة زيارة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بكل خشوع وأنت متوجه إلى القبلة. أما العمل الثالث إهداء 100 صلوات على محمد وآل محمد إلى الإمام سلام الله عليه. أما العمل الرابع وهو دعاء الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. هذا الدعاء له مضامين عجيبة، فاقرأ هذا الدعاء ولو مرة واحدة في حياتك، إن شاء الله راح أثبت هذا الدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإقامة هذه الأعمال، وأن نحيي أمر هذا الإمام المظلوم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.